السلام عليكم ومرحبا بكم. كي دايرين؟ لاباس بخير؟ كنتمنى باش نلقاكم هذا الفيديو وانتم في احسن الاحوال. هذا الفيديو هذا نهضروا فيه شويه على الاخبار ديال فرنسا، خصوصا في التعليم وشنو كيوقع بزاف الاحداث الصراحه. الوغ قبل ما نبداو نفكركم في العرض الخاص ديال تيرموميكس، حيت بزاف منكم كيبغيو يعرفوا هاد العروض هذه. فعلى داكشي انا كنقولها لكم بصفتي كونسيير تيرموميكس، هذا هو الخدمه الاساسيه ديالي حاليا، فهذا الشيء كنشاركها معكم. العرض نهار الحد غادي يكمل ديال 20 مره بدون فوائد. سي ان كريدي افيك كوفيديس، ما فيهش الفوائد ما فيهش الربا، تقدروا ديروه الا كنتو انتريسي. سينو نهار 3 جونفي غيتزاد في تيرموميكس 100 اورو. وحاجه اخرى، دابا حاليا كيصبع البيض والكحل، هادشي اللي كاين. كذلك الا بغيتو تصيفطوا الفلوس للمغرب ما تنساوش تستعملوا الكود ديالي سناء مع الساندويف عند اول استعمال، يعني قبل ما تستعملوه نهائيا خصكم تدخلوا الكود ديالي سناء باش تقدروا تستافدوا زعما من 50 درهم اللي غادي تستافدوا منها. دابا نبداو على بركه الله. اول خبر بغيت نشاركو معكم هو ان واحد المدرسه في الجويه ديال غين في سانت البون جو كخوا. ما كنعقلش صراحه على السميات بزاف ديغنيغمون، ما بقيتش كنقدر نهائيا نحفظ السميات ديال شي امور صراحه. فالمهم في واحد المنطقه سميتها سان البون في غين وقعت واحد توكسيكاسيون ديال الكربون في ليكول تو سامبلومون. بداو التلاميذ كيحسوا براسهم كيوجعهم لي موتات وداكشي. فالمهم كانوا 75 واحد تقريبا. من بعد صافي اكتشفوا بان كاين تصرف ديال الكربون، عيطوا لي هليكوبتر جاو. حسب الجرائد كاين جوج، كل واحد كيقول عدد، كاين اللي كيقول لك 12000، يعني في اون اورجونس ابسولو، يعني حاله حرجه الا بغيتو، ولا يعني صعيبه. وفي بي اف ام تي في قالوا 6، سواء 6 ولا 12 ولا واحد. هاد الشيء فريمون كيطرح بزاف ديال التساؤلات. واش ما كاينش ديتيكتور ديال هاد الشيء في ليكول؟ الواحد كيبقى يخاف على ولادو، يعني بزاف ديال الامور في الصراحه. فالمهم كنتمناو باش تخرج سلامات باش هاد الوليدات المساكن يرجعوا لديورهم سان اي سوف، ما يوقع لهم حتى شي حاجه، والوالدين ديالهم يرتاحوا عليهم. هذا رقم واحد. رقم جوج، في واحد الفيلاج اخر ولا في واحد لاميغي اخرى، كانوا غايبين. البيرسونيل كان غايب اللي كيكون حاضر في لاكونتين. غادي نكتب لكم السميه ديالو هنا كما قلت لكم، راني كنسى ديغنيغمون السميات. ليكول كاين في مارساي ولكن ما عقلتش زعما اكزاكتومون. فالمهم البيرسونيل كان غايب، كانوا دايرين اضراب، كان نهار الاثنين هادشي. فجابوا شي ناس، ما عرفتش انا شكون هاد الناس الصراحه، جاو يخدموا دي رومبلاسون في لاكونتين ويديروا لا سيرفيونس وداكشي. هاد الناس اللي جاو ابارامون ما عندهمش درايه حتى بشي حاجه، فكانوا صارمين للغايه اكثر من القياس مع التلاميذ اليمونتير. ما خلاهمش يهضروا بيناتهم شو ما خلاهمش يبتسموا، ما خلاهمش يهضروا، ما خلاهمش يضحكوا، ما خلاهم يديروا فريمون حتى حاجه. وداروا لهم دي بينيسيون بحال دابا يبقى واقف مع اللي يدو للسما وهز رجلو. المهم فمن بعد لا كونتين من مشاو هاد التلاميذ للقسم، بزاف اللي دخلوا ماشي مزيانين للقسم، يعني دخلوا خايفين، دخلوا بانت عليهم شي حاجه ماشي نورمال. داكوغ، بانت عليهم في القسم بان هاد التلاميذ هادو بحال شي واحد دار لهم تعذيب. فالمهم بطبيعه الحال الاباء ولي التلاميذ كتبوا واحد الرساله، ولو مير قال بان يمكن هادشي قال بان هادشي راه ما يمكنش ولا يعقل، وغادي يفتحوا واحد اونكيت تحقيق باش يشوفوا شنو هادشي اللي وقع، اشنو هادشي اللي وقع وعلاش وقع وعلاش زعما تعاملوا معاهم بهاد الطريقه هذه، واش هما مؤهلين اصلا باش يديروا لا سيرفيونس في لا كونتين مع الدراري ولا لا. المشكله كلهم اتفقوا، يعني ماشي نقولوا واحد تصرف شخصي، ربعه الناس جاو مثلا دي رومبلاسون تصرف شخصي منهم، لا كلهم نفس الطريقه ونفس التعامل. خليونا في هاد المواضيع، نمشيو لمدرسه اخرى. هاد المدرسه هذه قالت لك بغات دير اونتي غاسبياج، ما يبقاش زعما يطلع الماكل. فالمهم الاباء بحال ديما حتى هما رفعوا دعوه او لا احتجوا على لاكونتين، وقالوا بان ولادهم كيرجعوا جيعانين لان ما كيتعطى لهم والو الماكله. ان فيت غتقولي لي حتى انا ولادي كيرجعوا جيعانين، ولكن كاين فرق ما بين ان ولدك يرجع جيعان حيت الماكله اللي تحطت له ما بغاش ياكلها، هز شويه د الخبز ودانون كلاهم، وما بين انهم ما لقاش ما ياكل. ان فيت هذه شي حاجه جينيرال كنهضروا عليها، ماشي ديال شي حاجه فرديه. هادشي وقعت في واحد المدرسه عليهم كاملين. المهم هادشي اللي واقع في المنطقه ديال ليسون،
وكما قلت لكم لي بارون داروا واحد البيتيسيون انهم عريضه صنيو عليها بان ولادهم ما عندهمش اسي ا مونجي في لا كونتين، ما عندهمش. يعني كاين اللي قال لك كياكل طرف د الحوت صافي، كاين قال لك نورمالمون كاين 5 ديال الاطباق ولا 5 ديال المكونات خصهم يتقدموا ولاو كيقدموا غير 4 حيت دايرين هذا السياسه ديال اونتي غاسبياج. قال لك شي مرات كانوا كيعوضوا لهم لو بلا برينسيبال بان باكي دو شيبس، ما يمكنش يعني فريمون هذا الشيء راه فهمتوا يعني راه بزاف او حتى لهاد الدرجه. فالمهم لي بارون كتبوا بيتيسيون عريضه كيحتجوا، والمختصين حتى هما دافعوا على راسهم قالوا لا، وبلي غير زادوا فيه، وبلي راه هاد الشيء لا ماشي هكا، وبلي كاين اسي ا مونجي وكاين والطبسي راه عامر. فالمهم فين الحقيقه دابا تبان. نتوما كتلقاو هذا المشاكل فين حنا في الصراحه فين كنت انا خدامه بالعكس كانت كتشيط الماكله الصراحه ما نكذبش، كانت الماكله كتشيط حتى كتترمى. اللي ما كلاش حيت هو ما كلاش، اللي بقى بالجوع حيت هو ما بغاش ياكل. داكوغ. بالنسبه للنهارات ديال الحوت كانوا تلامذ ما كياكلوش اللحم، كيجيبوا لهم الحوت ما كانش كيعجبهم، يعني غير كانوا كيضيعوا داك الحوت حيت ماشي بنين وما كانش كيعجبهم. نتوما كتعرفوا الماكله ديال لي كونتين. الخميس يهود فرنسا احتفلوا بواحد العيد ديالهم سميتو هانوكا ولا عيد الانوار. هذا العيد ديني فين احتفلوا به في قصر الإليزي بحضور الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وامراه ديالو. هادشي ما دازش هكا في فرنسا، اثار جدل واسع خصوصا من طرف المعارضه. من بعد داكشي خرج وزير الداخليه جيرالد دارمانان اليوم في فرانس انفو دافع، ايمانويل ماكرون كان في نوتردام دو باري دافع، رئيسة الوزراء حتى هي دافعت على هذا الموقف ديال الرئيس الفرنسي. علاش؟ لان المعارضه كما قلت لكم قالوا بانه خرق واضح وغلط سياسي وخرق واضح للعلمانيه في فرنسا. قالوا بان احنا دوله علمانيه، ما يمكنش الرئيس الفرنسي يحتفل بعيد ديني بهذه الطريقه. وعاد فين في القصر ديال الإليزي. على العموم كاين اصوات اخرى خرجت ماشي غير هضرت على العلمانيه بانه اختار يعني خرق للعلمانيه، وماشي غير انه خطا سياسي، كاين الاخرين اللي هضروا على حاجه اخرى. قالوا يعني كما كنقولوا حنا علاش الديانه اليهوديه، علاش ماشي ديانات اخرى، علاش هاد الكيل بميزانين مع ديانات اخرى بحال الاسلام مثلا والمسيحيه، علاش هاد الخصوصيه اللي كيعطي الرئيس الفرنسي للديانه اليهوديه وبزاف ديال الهضره. داكوغ. بالنسبه لرئيسه الوزراء قالت بان هذا دعم قوي وواضح من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون للجاليه اليهوديه في فرنسا. داكوغ. فالمهم كما قلت لكم كلها والرأي ديالو كلها شنو قال، ولكن الحكومة الفرنسية رئيسا وحكومة دافعوا على الموقف ديالهم وشافوا بأنه لا يتنافى مع العلمانية، وأن العلمانية لا تنفي الأديان. وجيرالد دارمانان قال مثلا بأن لي زاجون بوبليك هما اللي خصهم يبقاو انونيم وما يبينوش الديانة ديالهم، وهادشي اللي كاين دابا. وغير رئيس الحكومة شارك في هذا الاحتفال الديني باش يدعم هذه الجالية هنايا في فرنسا. هذا الخبر هذا اللي غادي نختم لكم به الفيديو مهم جدا جدا جدا، سمعوه. كشفت المخابرات الداخليه الفرنسيه ان بزاف ديال رجال الشرطه الفرنسيين هما من حزب او اللي كينتميو لليمين المتطرف، واكتشفوا بان هاد الشرطه اللي هي من اليمين المتطرف كتسرب معلومات ممنوع تخرجها للعلن، كتسربها للسياسيين. بحالاش؟ بحال الاسماء ديال المغاربيين، مغاربه وجزائريين وتوانسه اللي كيديروا شي حاجه. فعلى داكشي كيكون هما دائما عندهم واحد الدرايه بان العرب هما اللي كيديروا المشاكل، حيتاش هذيك الشرطه اللي كتخدم في سلك الشرطه هما اللي كيخرجوا هاد المعلومات هذه اليمين المتطرف. وكذلك قالوا شتو داك الولد طوما اللي كان تقتل واتهموا مغاربيين بالقتل ديالو، بعض العناصر ديال الشرطه في اليمين المتطرف هما اللي قالوا للسياسيين السميات، ما كانوش قالوا السميه، ما كناش عارفين في الاول شكون اللي قتل داك الولد. فكان تسريب ديال الاسماء ديالهم، مما اضطر ان العائلات ديالهم خافت من الانتقام ديال اليمين المتطرف، وناضوا بدلوا السكنه ديالهم. شحال من واحد بدل السكنه ديالو لانه خاف من الانتقام، فتعرضت حياته للخطر. فالمهم وكذلك اكتشفوا شحال كانوا هذا التقرير هذا جديد، وكان تقرير اخر قبل منه قالوا بان بعض الضباط الشرطه المتقاعدين هما اللي كيخطوا يعني اليمين المتطرف. هذاك الشيء اللي كيديروه ولا حتى داك الشغب ولا المهم المعلومات كتسرب من طرف الشرطه. هذا الشيء اللي تفهموه من هذا الشيء كل اللي قلته، بان الشرطه الفرنسيه
متكونه بزاف العناصر ديالها مع اليمين المتطرف، وهما اللي كيسربوا المعلومات، وخصوصا الاسماء ديال العرب ولا المغاربيين اللي كيقوموا سواء بجرائم ولا شغب ولا شنو ما كان. فهذا داكشي كتبقاو كتلقاوهم في الاخبار مثلا، لما كيستضفوهم كيبقاو يعطيو شي ارقام وكيقول لك مثلا يعني الاكثريه اللي في الحباس ها منين هما، والاكثريه اللي موقفين في الكوميساريات ها منين هما، كيعرفوهم بالسميات ديالهم بلي برينو ديالهم. المناسبه بعدا نهار الاربعاء وزير الداخليه جيرالد دارمانا اعلن على حل واحد الجمعيه ما عرفتش نقول سميتها ديال اليمين المتطرف هنايا في فرنسا. كانوا في المونديال ديال الدوحه ضربوا مغاربه، كان ربح المغرب وخرجوا شي شبان مغاربه في الشونزيليز راكم عاقلين، وكانوا محتفلين. فالعناصر ديال ديك الجمعيه خرجوا وبقاو كيدابزوا مع هاد الشباب وضربوهم. فالمهم نهار الاربعاء وزير الداخليه الفرنسي حل هاد الجمعيه، فكها، يعني ما غاديش تبقى، ما عندهاش الحق يبقى عندها الوجود ديالها بسبب هذا الموضوع هذا. فوالا اذا اليمين المتطرف هانتوما سمعتوا العناصر ديالو ولا المناصرين ديالو كاينين بزاف في الشرطه الفرنسيه. من وقع المشكل ديال داك الولد طوما راكم شفتوا شنو جاروا، تجمعوا من فرنسا كامله مشاو لداك الفيلاج بغاو ينتقموا، ودابا راكم شفتوا حتى في المونديال ما خلاوش الناس ترونكي. يعني هما في الصراحه يعني العنصريه الاقصى حد مع هذا اليمين المتطرف. تهلاو لي فراسكم. قبل ما نسالي على داكشي، راه خصكم تبقاو تمشيو للانتخابات، اللي عنده الجنسيه بقاو تمشيو للانتخابات، بقاو تمشيو، يعني الا شي نهار وصلوا عرفوا بانكم نتوما السبب، لانكم ما قطعتوش عليهم الطريق. تهلاو لي فراسكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. والسلام عليكم. ما تنسونيش بجيم ولو بارطاج لانه كيطلع القناه. والسلام عليكم.